بص يا جماعه، احنا دلوقتي هنتكلم عن المرتب في فرنسا. بس اول حاجه لازم تعرفوا في فرق بين مرتب بالبروت ومرتب بالنت. مرتب بالبروت اللي هو بالضرايب والكلام ده، فده انت مالكش دعوه بيه عشان مش هتلمسه ولا هتشوفه. المرتب بالنت اللي هو بعد لما دفعت ضرايب ودفعت كل حاجه للدوله، اللي هيبقى ليه في جيب. فاول شغلانه الدكتور هنا بيكسب بين 3200 و 3500 اورو. بعد كده عندنا المهندس لما يجي يطلع من المدرسه ويعني جديد في المجال، بين 2200 و 2500 اورو في الشهر. بعد كده عندنا المدرس بيكسب بين 2000 و 2200 اورو في الشهر. فده مش حاجه كتيره قوي بخصوص اللي هو شغال في مدارس حكوميه. المدارس الخاصه حاجه تانية، المرتب ممكن يطلع ل 4 ل 5 و 10000 اورو في الشهر، بس ده عشان هو شغال خاص فما هوش يعني شغال مع الحكومه. بعد كده عندنا مساعد الدكتور اقل من 2000 اورو، يعني 1700 1900 2000 يعني لو الدنيا مشت معاه. بعد كده عندنا اللي هم شغالين في الحكومه او في البوليس او في الضرايب او اي مكان يعني تبع الحكومه، من 1800 و 2200. بعد كده عندنا المحامي بيبتدي من 2200 ل 2500، وممكن على حسب التخصص بتاعه يطلع ل 3000 اورو. بعد كده عندنا المحاسب بيكسب بين 2200 و 2700 اورو على حسب برضو الشركه اللي هو شغال فيها. بعد كده عندنا مهندس كمبيوتر اللي هو الديفلوبر، ده بيكسب حلو بصراحه، يعني ممكن يبتدي بين 2700 و 2800 ويعدي 3000 اورو. بعد كده عندنا الشغلانه اللي هي من غير شهاده، اللي هو مثلا كاشير، حد شغال في مطعم، ده بيبقى 1400 1500 بس من غير التيبس. وطبعا احنا هنا التيبس مش قد كده، الناس فرنساويين جلد قوي فما بيدوش تيبس كتير قوي بصراحه. هو ده الرينج اللي هم يكسبوه، يعني اقل من 2000 اورو. بس كده، لو عايز تعرف حاجه تانية على فرنسا ما تنساش ما تعملش لايك، ما تعملش فولو. سالو.